دروب لوين تودي خطوة الزول المسالم، قصة الوجع بتكبر ما بيده والله عالم، والظروف ما فيها ثالث إلا مظلوم والله ظالم. يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي. يا هو حالك يا حقيقة، الشمس من عينه شالك، باكر أحلامه بريقة، والورود الكام بتضحك للفراش نزفت رحيقة، وساقية الهم الملازمه ما بتهدي ولا دقيقة، لسه ساير في متاهات المصاير، امسح القسى بالقساوة يطفي حرقته بالحريقة. يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي. أيوة لازم بكرة ارجع اصلاح بالأماني، والقلوب الصمة تسمع صوت مواويل وحكايته من بدايته لنهايته، تبقى ساحة خير ومرتاح للولادات اللي بيغنوا والبنيات اللي بيهنوا، بكرة يرجع حسن ظنه والطيور في غصونه تسجع. يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي. يا دروب لوين تودي، يا دروب لوين تودي. معلش. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده. زين كيفك؟ يا حليم انت يا زين امبارح ضربت كنا ودبشق مع دامبا. حصل. من 200 الصحبه دي يا زين. شوف يا حليم، انا لو الشيطان الرجيم قال لي انا بطلعك من هنا تمشي تحصل اخواتك، انا ببقى صاحبه، وانا حاليا مصلحتي مع دامبا، يعني من مصلحتي دامبا يكون مبسوط ومرتاح لحد ما يطلعني من هنا. الله يا زين انا اقسم بالله مستغرب فيك شديد يا اخي، انت اتقلبت قلبه غريبه خلاص، وانا صراحه بقيت ما بعرفك يا اخي، انت بقيت زول تاني يا اخي. فعلا قدامك ده زول تاني، زول اسمه زاندا. عارف زاندا ده رسالته في الحياة بعد ما يطلع من هنا شنو؟ واحد، شفت يا حليم اي زول اذاني انا لما نطلع من هنا حأذيه بدل المرة 10، حمر عليهم واحد واحد من وفاة ابوي حتى ما دخلت هنا. لكن يا زين الكلام دقيقة يا حليم، دارت ان كلامي حليم، ما حد كيف على الناس الأذوني بس. شفت اي زول كعب في الدنيا دي حيكون عندي مشكلة حقيقية في حياته اسمها زاندا. كان بيعرفني كان ما بيعرفني، كان غلط معاي كان ما غلط معاي. انا حطلع من هنا، انا حمسح اي زول كعب،
اي زول كعب حمزه. زين انت كده بتعالج الغلط بالغلط، ودي حاجه ما صح يا زين. عليك الله ما صح. هو الصح شنو في الدنيا دي؟ هسه انت قعادك هنا صح؟ ما قاعد هنا مظلوم يا حليم. دخلت السجن مظلوم، وانا ذاتي دخلت السجن مظلوم. الصح شنو يا حليم؟ ما تتكلم عن الصح. بالمناسبة الناس الصح قاعدين جوا، الناس الما صح قاعدين برا يا حليم، برا. زين يا اخي انت ما عندك شغله بيزول، الله لما يجي يحاسبك بيحاسبك براك، خليك انت الصح بس. حليم الدنيا دي ما فيها حاجة صح، كلها غلط في غلط. عشان كده تركب معاه راس. هي تغلط انت تغلط، هي تاني تغلط انت تغلط. حديد لاقى حديد. الدنيا دي يا حليم الزول الكويس فيها غفير، والزول الكعب مدير. يا الزول انت بتعاين كده مالك اديك باصه ولا شنو؟ يا زين خليه يا اخي، مالك ماله يا اخي، خلينا في هم اللي احنا فيه ده. انا ما خاش جوا. عزة مالك متنحنة كده يا أختي، في شنو مالك؟ ابوي يا إلاف، أبوي مالك؟ ابوي ده نفسه خطبتي من زين. أجي؟ ده كلام شنو ليه؟ حصل شنو؟ قال زين بقى ما بيشرفنا لانه بقى مرتد السجون وده ما يربط اسمي باسمه. والله دي مشكلة يا عزة. انتي ليه يا أبوي ده بيقول عن الزين ديل كده؟ والله ما عارفه صراحه، انا بقيت بصدق الكلام اللي قاعد اسمعه برا ده. كلام شنو يا عزة؟ كلام انه ابوي لا في راس جدي وسجل لي كل الاملاك باسمه. عزة الكلام ده عيب عليك. طيب ما معناه عشان بابا بخاف عليك تطلعوه حرامي. إلاف أنا كنت شاكة، بعدين داير أقول لك حاجة، أنا زين ما هخليه يا إلاف، ما هخليه لو قعد استناه عمري كله. استغفر الله العظيم يا رب، دي مشاكل دي. يا أريج أريج، ها شو بتسمحي جابوها لنا؟ البدي يا زولة دي قاعد باتت أمس هنا، والبوس قال دي عملت النظافة الجديدة. شنو؟ عملت نظافة سمحة كده يا بيت؟ هاي سمحة، لكن البنت ده ذاتي والله بحسها مسكينة وما شبه الشغل ده، شكلها كده بترحاته الزمن ده يا أخي. أنا حاسة في وراها كلام كتير، كل غايته يا خبر بقروش بكرة بيبان. انت ما هسه خلي شماراتك دي ولا شنو؟ قومي تخاري امشي في شغل ما البيبان. شو عنده أوردر. شنو ده؟ ده شنو ده؟ لا اله الا الله، شايف شنو انت هذا طبعا؟ شايف قلة أدب وكلام فارغ. زيح كرسيك ده من هنا. وازحه ليه؟ انت الشارع ده هنا مسجل باسمك ولا مكتوب فيه شارع ضفع الله؟ يا اخي انا قاعد هنا في شارع الله ده، يا ما بتخاف الله. وعادك في الشارع وخدت كرسيك قدام المحل، ده بضر المحل. بضرب المحل؟ وبالله وين المحل؟ قال بضرب المحل، قال يا اخي يضر، وان شاء الله مش محلك، محلك ده ان شاء الله يقفل ذاته يا حاقد يا قديم. والله عشنا وشفنا العشرة قام له شوك. وين كان حسك وبيك تدي الكلمة بالكلمة؟ وين كنت زمان وترفع صوتك لما كنت في المحل كاتل حيلك دي الكلب؟ اي يا ضفع الله، عشان كده والله وبالله يا ضفع الله تكتر معي تاني كلامك ده، والله العظيم اشيل المقص ده احشر لك في صلعتك دي. انت تحشر المقص في صلعتان؟ اي يا عجوز. يا انا انت في البلد دي. يا اخي كذاب، وشوف انا عايز بعمل فيك شنو؟ يا اخي كذاب اصبر لي كذاب ما كذاب هجيبك. يا اخي
بشيلك وبسوقك وبيدعك. كذاب، وحياة الله ما عندك اي حاجه، صلاه زي حجر المسن. يا بنت اسمك منو؟ اسمي هالة. حلو. لا ايه شاهين تشرفنا. أهلا يا شاهين. بتعملي شنو هنا؟ شغالة نظافة. نظافة؟ كيف زي كده بيشتغلوا نظافة؟ والله دي الوظيفة المتوفرة، المدير قال كده. كده خلينا المدير ده بيت برهابتك جسمك الرهيب ده والمزازة دي. انت تشتغلي جوا معانا في الصالة. قال لك نحن بنعتمد على الراتب، نحن بنعتمد على الخرفان اللي قاعدين جوا ديل اللي بيشيشوا ديل. الراتب فهمته، الخرفان قصدك شنو انتي؟ كل المطلوب منك ضحكة كده على دلع على ضربة في الكتف، الامور تظبط وتاكل الجو اكل. انتي شكلك فهمتيني غلط، انا ما كده حبيبة. كلنا في البداية قلنا كده، لكن القرش طعمه برا لما نجرب في يدنا غير فينا حاجات كثيرة. يلا باي. يا ريس كله تحت السيطرة. جبنا القروش بتاعت الفارة ده، يعني ظبطوا الليلة، الأمور كلها تمام. عشان تاني يعرف لما يتكلم مع غريب الله يتكلم بأدب. أنا غريب الله ما بتهدد، ها؟ بعد ده قول له خم وصر. يلا كل واحد على شغله. عارفة يا سهير أمس يوسف ده جه سأل منك في النادي بعدين انت مشيتي. انت الراجل العبيط ده ماله دار منا شنو؟ ما عرفنا انا مرت منه. والله يا أخي هو ظريف وراغي. يا بنت ولا ظريف ولا راقي، زول خسيس وخبيث، وانا انت عارفه مما جيت النادي ده هو برازي فيني، ولو غريب شم خبر بالكلام ده حيقتله. والله يا أخي أنا شايفاه ظريف وراغي، بس انت ذاتك ما بدي ياوش. ظريف شنو عليك؟ بعدين انت عارفة ناصر ده من طلع من حياتك انت تاني ما دخلتي زول في حياتك، يعني شوفي ادي وش شوفي ماله يعني يمكن. ناصر يا يمه فرع البانه ناصر، بس مشكلتي انه عينه طايره وبتاع النسوان، ما عارف يعمل شنو، لكن بس البركه بس انه هو سافر. والله يا سهير انت غايته حيرتيني ذاتك جريئة وما بتخافي. انت عارفه لو ما سافر وكان غريب اكتشف علاقتنا دي كان ضيعني وضيع عمر، لكن الحمد لله بس انه هو سافر. جريئة شنو؟ انا لازم اكون جريئة. طبعا حبيبتي. شباب اخونا محمد عصام ده طالع بكره حيفرج عنه كده وان شاء الله عقبالنا كده كلنا. بالمناسبه السعوديه دي حسن يخبط الجينا. يا سلام. فرع على أراك يا بني بجورك أو لحلتي. فرع على أراك يا بني بجورك أو لحلتي. سكر نبات تسيد العيون الكاحلات. نحول ضمير عذب النظيف
ذي جمركا والحلكي فرع الأراك يدابني بجمركا والحلكي. نادر. ايوه يا لورد. البنت الجديده في المضاوة دي منين يا نادر؟ والله دي بنت مسكينه قصتها قصه، وانا شغلتها يعني عمل خير. عارفك بتعيب عمل الخير يا نادر. لكن ما لاحظت انك بالغت بحق البنت دي شويه؟ كيف انا بالغتها؟ يا اخي بنت بالسماحه دي بيشغلها في النظافه، وانا شاهين ده بيجيبهم ليله في الصاله. بالغتها يا نادر؟ والله يا لورد يا اخي انا ما اعمل شنو يعني، ما انا لقيت الفرصه دي وشغلتها هنا في النظافه دي. نادر بدي تجينا في الصاله. بدي تجينا في الصاله. تجي تقعد في الصاله. لا يا لورد كيف يعني؟ ما هي عندها كم يوم كده البيت تجيب. ما مشكله. اقول لك حاجه يا نادر. ايوه البيت دي دايرينها في الصاله يا نادر 24 ساعه. بعد يومين حاضر في الصاله. ود قليل الادب خلاص. والله كان ما قروش ابوك دي انت ما تساوي تعريفه. هلا بتمشي الصاله. أخيرا يا هدى خلصت الشفت الأول، قعدتي مرتاحة؟ مش أحسن لنا من الشجرة؟ الحمد لله يا هالة، الشجرة دي كانت كعبة شديد. كان كعبة شديد، معلش. طيب مالك زعلانة؟ ديدي مالك زعلانة؟ أنا أتمنى إنه زين يكون قاعد معانا يا هالة. زين يقعد معانا بوين يا هدى؟ زين لو عرف إنه نحن شغالين هنا بيطبحنا. يطبحنا ليه يا هالة؟ مش ده كوفير؟ اي ده كوفير، لكن زين ما انت عارفاه بكره شغل الكوفيرات. زين ما عايزني اشتغل اصلا. هدى انا ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن يا هالة. انا عايزه موضوع الشغل ده ما في زول يعرفه، انا وانتي بس. زين بالذات لانه لو عرف حيزعل شديد يا هدى، حيزعل شديد زين لو عرف. طيب يا هالة. وعد؟ وعد. حلوه دي حلوه. يلا كملي عصيرك. يلا الضحكة السنون الحلوة. شاطرة. عبد الرسال يا عبد الرسال. انت يا حسن مصطفى ده الله يرحمه كان صاحبك الوحيد من دون ناس العنبر دول كلهم. الزول ده حكايته شنو بالضبط؟ والله يا حليم مصطفى ده حكايته حكايه. انت عارف الزول ده خش السجن بسبب شيك راجع. والاغرب في الموضوع انه اهله ذاته ما عرفوا انه رجع بالله خبر. كيف الكلام ده يا زول؟ والله العظيم كان بيحكي لي بيقول لي انه اهله داير يطلع باي طريقه واهله ما عارفين انه اصلا في السجن قاعد. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه حكايه عجيبه خلاص يا اخي. والله غريبه شديد. وغير كده انت عارف الزول ده كان عيان وداس مرضه مننا. ما انا شايف دايما بيقحقح كده، وهنا انا مره سالته قال لي يا اخي بس هي التهاب من البرد وما من البرد. طوالي بسال بشوف الدم في يده يقول لي ما في حاجه، ناكل موضوع المرض ده. ما في زول بيقدر ينكر المرض. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه نهايته كانت في السجن. هذه نهايته في السجن. وانت عارف برضه كل مره بنقلق داير يطلع من السجن داير يطلع من السجن. سبحان الله ياهو روح مرقت من الدنيا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يرحمه. عارف يا حسن والله العظيم السجن ده فيه حاجات عجيبه خلاص، حكاوي وقصص ومآسي والله ما يعلم بها الا رب العالمين.
دنيا عجيبة يا أخي، والله دي دنيا عجيبة خلاص يا أخي. إن شاء ربنا يرحمه يا أخي. ربنا يرحمه. أنا طالع برا خليك. لا خلاص أنا حنوم ذاتي يا أخي. يلا. يا سمية، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع وعارفه بوترك، لكن لازم نتكلم فيه. موضوع الولادة إحنا عندنا غيره؟ اسمعي، أنت ما تهيجي، ما نحن لازم نقعد نشوف لنا حل. حل القوين؟ أنا في شنو ما عملته يا داود؟ أنا يا داود الله رايد لي ما أولد، أنا ما حأولد، أعمل شنو يعني؟ لحظة. بعدين الساعة كم؟ ده منو بضرب لك في وقت لا 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 ما في حاجة، ده ناس الشغل بس، يمكن في مشكلة ولا في حاجة حاصلة. أنا أمشي الصالون هناك بشوفهم. ماله الراجل ده تهيج كده؟ الو يا نسرين، انا كلمتك بدل مره مليون مره، اوعك تتصلي بي بعد 11 بالليل. حيوانه انت، دار تخربي بيتي؟ بلا مشتاق لي بلا زفت يا اخي. نحن متفقين، لو سمحتي ما تخلي بالاتفاق ده. والله العظيم ورقتك العرفيه دي اقطعها ويدع لك في وشك، فاهمه؟ يلا مع السلامه خبيه. يا ربي هالة وهدى وين هسه؟ يا ربنا تحفظهم لي من كل شر. أنا قربت أطلع الأسبوع الجاي بعوضهم ده كله. عزة ما جاتني ليه؟ غريبة شديد. معقولة تكون نستني؟ شنو اللي مخليها تجيني وأنا في ظروف زي دي؟ إلاف أنا تعبانة. مالك يا عزة؟ إلاف أنا ما كويسة. في شنو مالك؟ أنا لي فترة أنا تعبانة، أنا ما كويسة يا إلاف. أنا بقوم من النوم بلقى في كتمات في جسمي يا إلاف. قول علي إلاف كلمي أبوي خليه يوديني المستشفى. أنا ما كويسة. اهدي يا عزة، أنا هسه حمشي عاني يا إلاف، عاني. لا إله إلا الله. إلاف أنا ما عارفة ده شنو يا إلاف. أنا لازم أمشي المستشفى. كلمي أبوي، كلمي أبوي. حاضر هسه أنا هكلم أبوي. اهدي يا عزة، كل علي يا أختي عن السواد اللي وقعت فيه. القي يا عزة. تجربة جديدة تضيف